هنعمل النهاردة أحلى كرومباية تحفة، سهلة وبسيطة وسريعة، وكمان هنحط في المية بتاعة السلق حاجة حلوة جدا، مكونين 3 حلوين اوي. يلا بقى، معانا هنا الكرومباية، حطينا هنا المية على النار، حطينا معلقة كمون ومعلقة من السكر، وهنحط ليمونة كاملة. عايزة اقولكوا كده مش هي يعني عايزة اقولكوا ان هو هيخلي الورق مسكر معانا، ومش هيخلي بقى فيه ريحة بقى للكرنب والكلام اللي احنا بنشوفه ده، وهيستوي معانا وهيبقى تحفة. تمام. انا هنا قطعت الورق يعني كام ورقة كده من على الوش، وبقيت الكرنباية حطيتها في المية زي ما احنا شايفين كده. بعد كده بقى بقلبها على الجنبين، من الجنب ده للجنب ده لحد ما تستوي معانا. بعد كده بقى، بعد ما تستوي خلاص تتسلق يعني، بجيب طبق كده بولة بحطها تحت الحنفية. بفصل عملية الطهي يعني على عملية السلق بتاعها، عشان خاطر ما تتهريش معانا الورق. تمام كده. افضل مسيبة عليها الحنفية كده لحد ما آه المية بتاعتها تبقى ساقعة مش سخنة. هنا بقى بضرب الطماطم، القوطة يعني، جبت كيلو من القوطة. طبعا القوطة ب25 جنيه، انتوا عندكم بكام بقى قولولي. تمام. اضربها كده بالهاند بلندر. انا عامله لكم النهارده كل الوصفه سهله. جبنا هنا 3 بصلات كده حلوين متوسطين، ضربتهم كده في الكبه بالشكل ده كده. جبت بقى هنا الطماطم، احنا كله هنعمله النهارده ني في ني، هيبقى جامد جدا جدا جدا. حطيت على الطماطم البصل المفروم اللي انا فرمته، وحتى كمان الخضره هديها ضربه كده لفه كده بسيطه في الكبه، اللي هو بقى ما تخرطيش وما تقطعيش وما تتعبيش نفسك ولا ولا اي حاجه. ما عندكيش كبه اعمليها بالمخرطه بتاعت اللهم صل على النبي، بتاعت بتاعت الملوخيه. حطينا هنا الطماطم، عليها البصل، عليها الخضره. هنا بقى نحط عليها شويه من النعناع الجاف او النعناع الفريش. حطينا هنا بقى التوابل: ملح، فلفل اسود، كمون، بهارات، 7 بهارات، البهارات محشي. حط هنا ليمونه كامله، حطينا زعتر. الزعتر بيخلي المحشي تحفه يا جماعه، تحفه. عايزه اقول لكم بقى، دي مش زيت، دي نص يعني اقل من نص كوبايه سمنه يعني، يعني لازم ماده دهنيه، فانا ما حطيتش زيت. حطيت اقل من نص كوبايه سمنه، واقلب الكلام ده كله بقى مع بعض بالشكل الحلو ده. عايزه اقول لكم الريحه تحفه. جينا بقى هنا حطيت كيلو من الرز، طبعا ده وهيفيد يعني هيفيد رز على الكرنبايه، لان الرز هنا الخلطه كتيره. فطبعا لو عايزه تجيبي بقى كيلو بتنجان زي ما انا عملت كده ونص فلفل، تمام. هنا بقى الرز ده فيه سوائل، فيه ميه، انا هاخد الميه ومش هرميها، يعني هصفي الرز ده، يعني هحط غطا كده واروح مصفيه بيه السوائل اللي فيها اللي هي دي. تمام. مش هرميها طبعا، هسقي بيها المحشي. شايفين؟ انا هنا حطيتها في حله عشان احط عليها التوابل بالشكل اللي احنا هنشوفه دلوقتي. هنا بقى الرز هحط عليه كمان التتبيله، يعني الخلطه هحط عليها معلقه من المرقه، مكعب ماجي يعني. هنا بقى نيجي بقى اللي هنسقي بيها المحشي. حطيت ملح، حطيت كمون، حطيت فلفل اسود، واقلب الكلام ده بقى كله مع بعض واديله غلوه على البوتاجاز. هنا بقى جبت صينيه عشان خاطر ان انا اعمل فيها المحشي يعني. جبت صينيه او جبت حله تاني عشان اعمل فيها البتنجان. انا هنا بدهن كله بسمنه مش زيت. عايزه اقول لكم طعمه خطير تحفه. هحط بقى في الارضيه بتاعتها بصل وطماطم، يعني بصل وقوطه شرايح كده. عايزه تحطي بقى اعدان الخضره حطيها، عايزه تحطي ورق من الكرنب تمام حطي، يعني اللي تحبيه. هنا برضو حطيت طماطم وبصل. يعني عايزه اقول لكم الطريقه دي حلوه جدا، يعني بص مش هتاخد معانا اي حاجه اي وقت يعني. وبس. يلا بقى نبتدي بقى نقطع الورق بتاعنا ونعمل الكرنب كده واحنا واقفين. هنا بصوا، بعد ما قطعت كده العروق بتاعته دي، ماشيه، قطعت الورق اهو زي ما احنا شايفين كده، وابتدي بقى ان انا الف كده. الورقه اللي مش مقطوعه حطي عليها، اللي مقطوعه قصدي حطي عليها ورقه وعادي لفوها تبقى زي الفل معانا. عايزه اقول لكم التسويه في الصينيه حاجه حكايه، يعني تحفه جدا، وكمان سبحان الله ما بياخدش وقت زي الحله يعني، استوى بسرعه، يعني كله بسرعه بسرعه. تمام. آه وبس كده. صلوا على النبي يا جماعه وشجعوني بقى، واشتركوا في القناه واعملوا لايك للفيديو، وقولوا رايكم طبعا في كومنت واحنا بنتفرج كده.
بصوا بقى بيتلف سهل ازاي. انا عايزه اقول لكم اللي لفيته وانا واقفه يعني ما خدش اي حاجه مني. طبعا يعني انا قلت الكلام ده قبل كده، ان احنا لما بنعمل حاجه بحب الاكل بيطلع معانا تحفه. يعني لما بنعمله بقى بعصبيه ومش عارفه ايه وكده والكلام ده يعني عايزه اقول لكم بيبقى حاجات تانية خالص. فانا عايزه اقول لكم ايه، ان احنا نعمل حاجه بحب كده عشان خاطر ناخد نتيجه حلوه ان شاء الله. وبس احنا نخلص بقى كل الكميه بتاعه الكرنب دي، ماشي. وعملنا خلاص بقى الشوربه بتاعتها وظبطنا الكلام وكده. انا بس يعني عايزه اسال، يعني احنا ليه ما بنشجعش بعضينا كده وتشتركوا في القناه بقى وتشجعوني؟ يعني عشان نكبر بقى بيكوا كده ان شاء الله، عشان استمر في الفيديوهات وانزل فيديوهات وكده. إيه بس كل اللي نفسه حاجة ربنا يا رب ينولها له ان شاء الله ويحققها له. وبس كده نشجع بعضينا وكده يعني. وادي الكرنب اهو خلاص، انا يعني اخر حبة هلفهم معاكم وبعد كده هكمل انا الصينية. عايزة اقولكوا حكاية بجد تحفة، ممكن تعملوها كمان في حلة اللي هي الفويل دي لو انتوا خارجين ولا حاجة. بصوا انا هنا خلصت الكمية زي ما احنا شايفين السواسية بقى، حاجة كده حكاية يا جماعة. وعملت كمان حلة كمان دي بشطشطة. والوزة، فاكرين الوزة دي يا جماعة كنا بنتخانق عليها واحنا صغيرين، بتخانق عليها دلوقتي برضه. المهم حطيت بقى هنا الشوربة اللي هسقي بيها. حطيتها كده على البوتاجاز لحد ما غليت معايا تمام، وبسقي بيها بقى زي ما احنا شايفين كده. طبعا مش لازم اغطي الايه الوش يعني. هنا برضو نفس الكلام زي ما احنا شايفين كده. الطبق ده بحطه علشان خاطر ايه المحشي ما يفرش معايا تمام. يعني بصوا المحشي هيفضل زي ما هو ولا هيفك مني ولا اي حاجة، هيفضل كده معانا زي الفل زي ما احنا شايفين كده بالرصة اللي انتي عملتيها بالظبط. شايفين؟ عايزة اقول لكم الطريقة دي تحفة جدا، افضل ما تسبكي، خفيفة على المعدة، حلوة جدا جدا جدا. ومش هتحسي اصلا انتي كلتي كرومب ولا الكلام ده خالص، لان التسبيكة مش متسبكة ولا واخدة مثلا بصلاية محروقة بقى والجو اللي احنا بنشوفه ده. جبت هنا كيلو بتنجان، وجبت هنا نص فلفل عملته. وسبحان الله يعني الرز كان على قد الايه، كان على قد اللي انا عملته بالظبط. فان شاء الله لو عجبكم الفيديو اتمنى بقى تجربوا بقى الوصفة الحلوة دي والخلطة الجبارة، وتقولوا لي بقى ايه رأيكم في كومنت، تشتركوا في القناة وتعملوا لايك. وبس كده. وزي ما انتوا شايفين بقى الكرنب طالع واحدة بواحدة كده حلو جدا. اشوفكم بقى على خير واقول لكم السلام عليكم.